والتحية أيضا لزوجنا النازل في مخيم اليرموك. ونقول لوطننا إنا معكم. ونقول لأن هناك إلى كوكب وأخرى بالدجن، من ويبرتال إلى الكرمل ودانيال، ومن مانو وميلانو إلى المالحة والقصر ويالو، من بروكسل إلى تل، ومن باريس إلى ساريس ووعرة السريس. نرحب بكم في هذا المؤتمر عائدون يا بلادي. كمان إلى رجل جمع في قلبه حب فلسطين والأردن كمقلتي عينيه، لا فضل اليمنى على اليسرى. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوات والإخوة الأفاضل، أو حتى أبسط القيم الإنسانية التي تقر بحق الإنسان في العيش بشيء من الحرية والكرامة في وطنه، تشكل قضية اللاجئين حجر الزاوية في مجمل القضية الفلسطينية. واللاجئون الفلسطينيون ليسوا حالة تستثنى من تطبيقات القانون الدولي، وليست دولة إسرائيل المحتلة دولة فوق القانون. إعزاز بكم وبجهودكم الخيرة، فالأردن بقيادته الهاشمية الكريمة وعطاء شعبه الواحد الكريم هو في طليعة المناصرين الدائمين لقضية فلسطين ولحقوق شعبها، وهو الأقرب إلى هموم هذا الشعب المكافح. وبالطبع فإن هذا الموقف التاريخي النبيل يتطلب مواقف عربية وأوروبية مساندة كي يكون الأثر أكبر وأكثر بإذن الله. نحن يا صديقي لا نبحث عن هوية، نحن من علم البشر حروف الأبجدية، نحن من اختارنا الله قدرا لنعلم الحرية، نحن من عشقنا الأرض والطهر والزيتون، نحن من تشرفنا بزيارتنا كل الأنبياء، نحن مفتاح السماء فلا قيامة بدوننا. وللمكان كلامه الخاص. باريس الثورة الفرنسية وحقوق الإنسان، باريس الأنوار والفكر النقدي الحر، باريس التي أعطت البشر خلاصة الفلسفة الإنسانية في الحرية والإخاء والمساواة. نلتقي في باريس أجيالا من الفلسطينيين، بينهم من شهد النكبة الأولى والنكبة اللاحقة، وهنالك من ولد في أوروبا ورسم فلسطينا ملونة في خياله دون أن يراها. لو وقع على قارة بأكملها لمحيت من الوجود، لمحي تاريخها وجغرافيتها، ولكنكم موجودون، وأهلنا وشعبنا موجودون وصامدون على أرضه بالرغم من كل ما يمارس ضد أهلنا والمعاناة والشقاء. ولكننا هنا الآن فلسطينيون حتى النخاع، ولن يقوى، صدقوني، ولن يقوى أحد على تقويض هويتنا الفلسطينية. أيتها الأخوات، أيها الأخوة، يعتبر الحفاظ على قضية اللاجئين حية أولوية أساسية للعمل الوطني الفلسطيني. أنتم من الأطفال الفلسطينيين متواجدين هنا وفي كل مكان وفي فلسطين، تحية كل أطفال تونس الذين يتعلمون مع القراءة والكتابة رسم اسم فلسطين وخارطة فلسطين. أنتم السيدات الفلسطينيات حيثما كن، تحيات أخواتهن التونسيات يقولن لكم تعلمنا منكن الصمود، تعلمنا منكن كيف أن نحمل الوطن في القلب وفي الذاكرة وننقله للأجيال القادمة ونعلمه للأبناء. وأنا أنظر للأبناء هنا
يرقصون على أنغام فلسطينية، وإني حقا لأرى الحفيد يرتع في الأرض التي غرس فيها جده وجد جده الزيتون. وإن شاء الله يصبح هذا واقعا إن شاء الله بفضل الله وبفضل عزائمكم القوية. وبارك لكم الله مرة أخرى، وشكرا لأنني دعيت كتونسية لأمثل التمثيل في جمعكم هذا، وشكرا لكم. ودعوني في عجالة أن أطرح كيف نرى المشهد الفلسطيني من خلال المصالحة التي وقعت، وهنا أوجه الكلام بشكل مباشر إلى الشخصين الرئيسين في الفصيلين الرئيسين السيد خالد مشعل ومحمود عباس بما نرى نحن من المصالحة.